لما بعث الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام واصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح، رأى مكانه من ربه فقال: يا رب، لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا قبلي. فقال الله جل جلاله: يا موسى، أما علمت أن محمدا أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ قال موسى: يا رب، إن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك، فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله جل جلاله: يا موسى، أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميع المرسلين؟ فقال موسى: يا رب، فإن كان آل محمد كذلك، فهل في الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر. فقال الله جل جلاله: يا موسى، أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي؟ فقال موسى: يا رب، ليتني كنت أراهم. فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى، إنك لن تراهم، وليس هذا أوان ظهورهم، ولكن سوف تراهم في الجنان، جنة عدن والفردوس، بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون، وفي خيراتها يتبجحون. أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي. قال الله جل جلاله: قم بين يدي واشدد مئزرك، قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل. ففعل ذلك موسى عليه السلام، فنادى ربنا عز وجل: يا أمة محمد. فأجابوا كلهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج. ثم نادى ربنا عز وجل: يا أمة محمد، أن قضائي عليكم أن رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل عقابي، فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني، وأعطيتكم من قبل أن تسألوني. من لقيني منكم بشهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صادق في أقواله، محق في أفعاله، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام أخوه ووصيه من بعده ووليه،
يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد، فإن أولياءه المصطفين المطهرين الميامين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعده أولياؤه. أدخله جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. أدخله جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر.